راحتنا للغرفة الزجاجية هذا عباد الطشة، وين ما تشوفوني بأي مكان المكان هيك يصير وتنسد الشوارع. والله أنا هواي وهم شوية. الشاعر شهد الشمري وطريقها فهد يردون على الهجوم اللي صار عليهم خلال تواجدهم بالغرفة الزجاجية، وطبعا شهد الشمري كان ردها كلش قوي. خلونا نسمع شنو راح تقول. وبالنهاية حاب أشكركم على كمية التفاعل اللي دا يصير بالقناة، أتمنى تفاعلكم أكثر. بخصوص موضوع الغرفة الزجاجية، يا طلابة هالغرفة الزجاجية ما تخلص صدقا، ولأول مرة أحكيها. كل أحد انتقد راحتنا للغرفة الزجاجية هذا عباد الطشة، هذا يعشق الطشة، ولو تموت من الله القبول، ما راح يصير عندك قبول. احنا جمهورنا حقيقي، بدليل رحنا ساحة التحرير فارغة من طبينا بيها، اللهم لك الحمد. هيك الجمهور وكلهم عافوا الغرفة الزجاجية ويسوون هتافات باسمي وهتافات باسم الحاضرين كانوا وياي. شوفوا، أنا رزقي ومحبتي كنزي الكبير هو محبة الناس. أما أنتو أشباه الإعلاميين، أشباه الشعراء، أشباه رجال الدين، أشباه المؤثرين، أي أحد انتقد راحتنا أنت عاشق للطشة. أنا مو بحال الطشة، اللهم لك الحمد. أنا طاشة من كنتو وياي، اللي كنت أطلعهم برامجي، واللي كانوا ما معروفين، واللي كانوا أساسا الله أعلم شنو كان حالهم. فأنتو منو؟ excuse me، يعني عفوا، كل واحد يعرف مكانه، كل واحد يستريح. سوينا أعمال خيرية حطيتوا ألف إن بيها، ما سوينا قلتوا وينكم انتوا؟ شو مسوين؟ شنو إنجازاتكم للبلد؟ كافي يعني خلاص. على الأقل احنا رحنا بدعوة من الشباب اللي سووا الغرفة الزجاجية، الله ينطيهم 2000 عافية. هذول الأبطال، هذول فعلا الشجعان الإنسانيين، يحبون الإنسانية. بدعوة من عندهم يعني، وما قدرنا نقول لهم لا، لأنه الموضوع إنساني. رحنا مباشرة وبدون أي تفكير. بس أرجع وأقول الله رازقني بمحبتكم، بدليل تعلقون بدون ما أنا أعلق، وين ما تشوفوني بأي مكان المكان هيك يصير وتنسد الشوارع. والله أول مرة أحكي بهذا الشيء، بس كل من يعرف مكانه. وارجع واقول يعني مثل قبل تعبوا ومضوجهم اسمي، تعبوا ومضوجهم اسمي وما عندهم ناس بقد ناسي. يتمنوني اجاوب واحكي على مود يطقون براسي. اني هواي وهم شوية، وابقى أنا النسخة الأصلية، واللي ينكر فضلي ومعروفي خليه يتذكر ماضية. ما عندهم كلمة ولا موقف، بس عندهم قلة شخصية. حشا الحضور مداكم. والله ما حد دوخني غير هاي موضوع الغرفة الزجاجية والعالم اللي دا تحكي عليها ودا تحكي وتقول وما ادري شنو. هسه تخلي العالم، انت بالتالي لموا تبرعات بأي حالة من الحالات، لموا تبرعات وراح يدفعوها للناس اللي محتاجة هاي التبرعات. فخلاص انت واحد كل ساعة واحد قاعد مطلع لي فيديو قاعد يحكي لي، وتجي تدور طشة بالغرفة الزجاجية. بس بالتالي انه منو المستفاد الأخير؟ المستفاد الأخير الناس اللي محتاجة، لأن هو الموضوع أصلا هو الموضوع لازم يطش على مود يحصلون تبرعات أكثر. فأنتوا قاعدين هذا ما أدري كم واحد يسأل لي هاي يدورون طشة وهاي يدورون ما أدري شنو. هو الموضوع كل ما يطش موضوع الغرفة الزجاجية أكثر كل ما زادت تبرعات العالم. فخلي بعدين عادي يعني اللي يتبرع خوشادمي مو خوشادمي على نفسه. احنا بالتالي الشخص اللي محتاج هو اللي حيستفاد. فليش هاي احنا بكل شيء نحط مصيبة، والله مصيبة.